السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تتجه أنظار الجماهير العاشقة للنادي الأهلي لمباراة سيمبا القادمة، ويهمها معرفة موقف وسام أبو علي من اللحاق بمواجهة سيمبا التنزاني. وأكد الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية وسام أبو علي مهاجم الفريق لمباراة سيمبا التنزاني الجمعة 29 مارس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. وكان يعاني وسام أبو علي من شد في العضلة الخلفية حرمه من مباريات الفريق الماضية، آخرها مباراتي الزمالك في نهائي كأس مصر والبنك الأهلي بالدوري. وخاض وسام برنامجا تأهيليا لفترة الماضية للتعافي من الإصابة، كما نصحه الجهاز الطبي بالحفاظ على البرنامج العلاجي خلال فترة الراحة التي يحصل عليها الفريق حاليا بسبب توقف الدوري. ومن ناحية أخرى شدد الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية بالجهاز الفني للفريق على اللاعبين بضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج الغذائي بشهر رمضان، خاصة خلال فترة الإجازة، ويتضمن البرنامج مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على سرعة الاستشفاء وتقليل فرص التعرض للتقلصات والإصابات خلال فترة الراحة، خاصة مع طول ساعات فترة الصيام. وبكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة. يا ريت نضغط لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.